السلام عليكم، واش العشان كي دايرين؟ لاباس بخير. اليوم بغينا نديرو واحد رياكشن على فيديو ديال المقارنة ما بين وهبي وما بين وليد كراكي. فهاد الفيديو هذا شفتو وعجبني بزاف صراحة، وبغيت ندير عليه واحد رياكشن ونبارطاجيه معاكم. رئيس الجامعه بعد اولا السيد فوزي القجع عندما قدم اثناء التقديم جاء قال بانه هذا رجل اقدم لكم بعد قال لك اقدم لكم هذا رجل هادئ لا يتحدث كثيرا لكنه يعمل كثيرا. نظرك السي بدر الدين كيفاش التعليق ديالك؟ سي فري، هاد القضية قالها فوزي القجع فاش كان كيكرم وليد كراكي وكيعين وهبي في المنصب الجديد. قالها يعني اون بلان بوبليك، يعني كنقدم لكم السي وهبي المدرب الجديد، يعمل كثيرا، الذي يعمل كثيرا ويتحدث قليلا. الهضرة على من الله أعلم. ديالك على هذا الامر؟ المميزات ديال الشخصيه. رئيس الجامعه نجح في ان يعرف هذه المميزات اللي كتطبع شخصيه محمد وهبي. والناس بحال اللي تيقول المغني الناس معادين. شخصيه وليد هذه اعتقد هي العناصر الثلاثه المفتاحيه في شخصيته. نعم. اولا الهدوء ديالو، ونحن نعرف كل شخص هادئ ستكون عنده واحد النسبه ديال الثقه بنفسه، وكل انسان هادئ كيكون عنده القدره على كاينه هاد القضية بأنه وهبي فيه هاد الكاليتي هادي. حتى في التقديم السيد ثقيل، السيد ما كيدويش بزاف، ما قل لا ودل. حتى فاش دا المونديال ما خرجش بدا كيدير شي تعاليق ماشي هما هادوك بحال الوالدة كراكي. انه ياخذ القرارات الصعبه في توقيتات صعبه. كل ما كان الواحد هادي الا وكتكون عنده القدره على انه ياخذ القرارات الصعبه في توقيتات حرجه جدا. ثم ايضا هو رجل قليل الكلام. ومعنى قليل الكلام هو انه اذا لم يكن بقدرتي على انني نتكلم كثير فيما هو قليل، يعني تيقول لك ما قل ودل. نعم. اوكي. كثره الكلام فاضحه، وقله الكلام ايضا مورطه. ما يمكنش ما نكونش ما كنتكلمش، وما يمكنش ما نكون كنتكلم كثير. الا تكلمت كثير ربما كان احيانا كنخرج على الخط ديال السير. نعم. وكنعرض نفسي لقصف اعلامي، خاصه عندما يتعلق الامر بناخب وطني. ناخب وطني كل كلمه كينطق بها الا والاعلام والراي العام تياخذوا بلسانه بداك الشيء اللي تيقول. كاينه هاد القضية هادي، فكنتمناو انه ما يديرش نفس الاخطاء ديال الوالدة كراكي. فكيف ما كتشوفوا البلان انه كيدوي ما قل ودل، فهمتي؟ حتى هذيك المناقشه مع الصحف ومع الصحفيين قليله، فهمتي؟ ما كيبقاش يدوي بزاف. خاصة السي بدر الدين انك كنت قريب ليه يعني فايت انك انت تحدثت معه ودرت معه حوارات، وايضا يعني في البرنامج ديال دريم تيم كنت درت معه حوار مطول وقفتي على القرب ديال هذه الشخصيه هذه. انا بغيتك تقدم للمشاهدين الكرام ديالنا انك شنو لمستي محمد وهبي انذاك، يعني شنو هي الخاصيات وشنو هي الفكر ديالو وشنو طبيعه العمل الاشتغال ديالو كيفاش يعني انت جلو ليلى اذا طلب مني اني ندير مقارنه على السريع ما بين وليد وما بين وهبي. نعم تفضل السي بدر الدين. هو اللي بغى المشاهدين على المستوى دابا هاد المقارنه هي اللي عجبتني انا بزاف صراحه. دابا غادي يبدا يدير مقارنات في محلهم. التقني التكتيكي غادي يمكن نتكلموا بشكل مطول. وإلا شفتو الفيديو اللي قبل من هذا، انني دويت ان وهبي كيعرف يدير بلوك با، بلوك او وبلوك ميديان، كيعرف يلعب بهم كيف ما بغا وكيتادابطا على حساب الماتش، فهمتي؟ الا كان خصم قوي كيبين الكاريزما ديال المنتخب، هادشي داو مع الشبان. الا كان فهمتي كيتادابطا السيد مانيابل، فهمتي؟ كيعرف كيفاش يتادابطا. ماشي بحال وليد عندو ستيل دو جو، فهمتي؟ الا كان شي منتخب قوي كتواق. ان كل واحد عنده طبيعه، عنده تصور، عنده رؤيه. اوكي. وليد
على المستوى التقني وعلى المستوى التكتيكي عنده فلسفه لاعب، يعني قائمه بذاتها، صعيب انه يخرج منها. نعم. وبي اذا احتاج الى وليد غادي يرجع لوليد، وماشي غير وليد، غادي يحتاج الى مدربين اخرين. نعم. الفكره ديالك لان كنا كنهضروا، قلت لك شنو هي المميزات يعني. تكلمنا على نعم. الجانب التقني نعم. والتكتيكي. انا قلت لك على ان وليد عنده واحد فلسفه لعب صعيب انه يخرج منها، ولعلنا شاهدنا كيف لعب في كاس العالم، ولما بغى يخرج من ذاك الاطار التكتيكي اللي حبس نفسه فيه لقى صعوبه. وهبي اعطاني الانطباع في كاس العالم اللي توج فيها بطل على انه مرن في التدرج او في الانتقال من شكيله الى شكيله. المباراه هي اللي كتفتي عليه، هي اللي فوالا هادشي اللي زوين بزاف صراحة في وهبي، انه السيد كيتادابطا على حساب الماتش، على حساب الخصم ديالو. كيف ما كان الخصم ديالو كيتأقلم مع داك الخصم. تفرض عليه الطريقه باش يلعب بها. اذا الا قديتي تلعب بالبلوك با وبالبلوك او وبلوك ميديان وتكون عندك القدره على انك تنجح فيهم بالثلاثه، هذا شيء رائع جدا. نعم. اعطاني وهبي الاشارات الاولى على انه قادر يلعب. سي ان اونترينور مبدع هكا ميكست، نعم. يعني مختلط. يمكن كتجمع فيه كل هذا وهذا الان اللي كطالب به كره القدم العالميه الان. ما كيبقاش المدرب محصور على واحد المنظور او شكله تكتيكيه بعينه. هذا من هذا كاين الجانب هاد القضية التكتيكي. مزيان. لكن جانب هادي احسن حاجة كاينة في وهبي اللي ما كانش عند وليد ركراكي. الشخصيه، زيد جانب الشخصيه. زيد ولي كيف كنأكد لك محمد وهبي، الكلمه اللي قالها في حقه فوزي القجع، هادئ بالفعل، والهدوء ديالو تيخليه انه لما كيكون في الندوات الصحفيه او كيكون في لقاء تلفزيوني يستمع جيدا لكي يجيب جيدا. بالنسبة لهاد النقطة حتى هي مزيانة بانت ليا، لأنه السيد كيدوي فرونسي، كيشرح فرونسي، لأنه باش ما يخليش نفس المشكل اللي كان فيه وليد ركراكي، كيدخل لك العربية مع العرنسية مع الدارجة، فهمتي؟ حتى الصحفيين ما كيفهموش. ملي كيبغي يجاوب نعم. كيجاوب باللغه اللي كيتقنها، كيجاوب باللغه الفرنسيه. وهنا غادي نوجه رساله للسي محمد وهبي حتى لا يسقط في اخطاء سقطها فيه غيره، انه يحاول يترجم ما يفكر انه يفكر بالفرنسيه ويتكلم بالعربيه. صعيب جدا بعض المرات. الترجمه كتورط العربيه بسبب نهائيا مزيان كما فعل ايضا وليد قال لهم باش تفهموني ونحيد اللغز بالرساله انا غنهضر. ويا ريت انه كان خدا هذه الطريقه من الاول الى الاخر. يلا يقول ديك الكلمه ديال النيه ويقول راس لافوكا. نعم. ويقول غضرب في البرا وتخرج. هذاك الشيء نسمعوه من الاشياء الاخرى كان ربما يتفاداها. يمكن واش يمكن وهبي يقوم بشي ثوره على مستوى التركيبه البشريه ديال الفريق الوطني المغربي؟ طيب احنا ننطلقوا ونديروا نفسنا احنا وهبي. نعم. جيت خديت المسؤوليه من عند وليد الركراكي تماما. لادرب من ادرب منتخب مغربي. هذا المنتخب المغربي يا سيدي الكريم نعم خرج من واحد المسابقه قاريه او استحقاق قاري. خرج من صراحة هاد القضية اللي قال وهبي، أنه اللي غيكون جاهز واللي غيكون ناضي واللي دا واحد الإيفور كبير في الفريق ديالو، فأنا غنعيط ليه رغم السن ديالو، رغم أنه كبير ولا صغير، فلاج ما عنديش مشكل. غنشوف الجاهزية ديال اللعاب واللي يستحق أنه يكون في المنتخب. منه. يعني المؤاخذه اللي كانت عليه هو انه ما خداش اللقب. بمعنى ماشي منتخب اللي تقسم من الدور المجموعات، ماشي منتخب اللي خرج من ثمن النهائي او من ربع النهائي. اذا هو منتخب جاء حتى المباراه النهائيه ما حالفوش الحظ وما توجش باللقب الافريقي. ثم ايضا هو منتخب عنده بعد 3 اشهر من الان عنده استحقاق عالمي. نعم. عنده كاس عالم يجب ان يلعبها. فبالتالي هل كان هناك ما يدعو بنتائج وحصيله الفريق الوطني الى ان نعيد البناء؟ ابدا. ليش غنعاودوا البناء؟ حنا عندنا واحد الفريق. هو راه قالها وليد، قال لهم انا غنمشي ومخلي واحد فريق اللي حقا نشتغل عليه. وهنا لابد ان نعطي لقيصر ما لقيصر، لان هاد اللاعبين الشباب اللي كيديروا دابا لوساتور ديال ليكيب ناسيونال راه وليد اللي جابهم.
مهم. يعني كنتكلم على الزلزولي، كنتكلم على الياس بن الصغير، كنتكلم على ابراهيم دياز، صراحة وليد كراكي هذا واحد الخدمة زوينة صراحة، جاب لعابة واعرين صراحة، كلاس A، فدار خدمة صراحة نقية صراحة. هي موجوده. مم. فبالتالي شنو علاش غنمشي ندير انا ثوره باش نقول اعاده البناء؟ مهم. الفريق الوطني ليس في مرحله اعاده البناء، الفريق الوطني في مرحله التراكم، البناء على صراحة كاين هاد اللعيبة هادي، انه المنتخب راه واجد، ماشي زعما الفيكتيف واجدة كاينة. آم، ماشي غادي تجي عاوتاني وتعاود تبني ولا تمشي تجيب لعابة جداد اللي ما عمرك ما تيستيتيهم، ما جربتيهم ما والو. فالبلان هو انه اللعابة كاينين ناضيين، خير خاص شي تحديثات يكونوا بسيطة لشي لعابة. صراحة كاع اللعابة اللي كاينين دابا حاليا لعابة واعرين، فكيف ما قلت لكم كلاس A، لعابة مجربين، لعابة ناضيين، خصهم غير يتانتيكراو بيناتهم. كاين واحد العدد من اللاعبين خص يطبق المعيار ديال التنافسيه، خص يطبق المعيار ديال التجاوب مع المتطلبات التكتيكيه اللي غادي يفرضها المدرب، مهم. لان المدرب يجب غادي يمشي يختار اللاعبين اللي غادي يكونوا قادرين على انه ينفذوا الفكر التكتيكي ديالهم. وهنا جلول، نعم. هنا جلول ما غنفرقش انا بين لاعب عنده 17 18 سنه وبين لاعب عنده 30 32 33 سنه. وان وليد ركراكي في المرحله الماضيه عندما كان يسال على بعض اللاعبين مثلا تيقول لك هادو باقي صغار ما نحرقوهمش، ولكن بالنسبه للوهبي انا بان لي من خلال الهضره ديالو ما عندوش هاد. اللي بغا يقول هنا هو ان وليد الكراكي شحال هادي كان كيقولوا ليه، كيقترحوا عليه لعابة عندهم 17 18 عام، كيقولوا ما بغيناش نحرقوهم. واش شريف تا لعبة صاحبي، تاش من تحرق؟ شاد العقلية ديال والو، يا مال عدو 18 عام كيلعب في الباصة. وليد ادار المنتخب الوطني بالطريقه اللي كانت كترضيه هو، بالفلسفه اللي كترضيه نعم. وبالاسلوب اللي كيرضيه. كان يقول هذا الكلام جلول لانه كان يريد ان يلعب بفريق معين في كاس افريقيا للامم. اخوان، كنتمنى ان الحلقه وهذه المناقشه انها تكون زوينه وعجبتكم. قولوا لي في التعاليق لتحت شنو بالكم في وهبي، واش غادي يدير شي ريزولطا مزيانه، واش غيدير شي نتيجه مزيانه ولا لا. ما تنساوش ديروا سبسكرايب، ديروا جيم وديروا بارطاجي لاشين.